نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. بص يا صاحبي، يوم كده وانت ماشي في حياتك هتكتشف ان كل حاجه حوالينا هي وظيفه معينه. القلب مثلا شغال دايما بفانكشن اسمه البامب بلود، المخ بيعمل بروسيس للديسيجن، والعيون عامله كابتشر للايمج. حتى الكائن اللي قاعد بياكل فشار قدام الكود ده عنده فانكشن شغاله اسمها ليرن تو كود. يعني ايه؟ يعني لو كل حاجه في الحياه ليها وظيفه بتتكرر، يبقى ليه نكرر نفس الكود 10 مرات؟ لو السي قالت لك ما تبهدلش نفسك يا هندسه، اعمل فانكشن وخلي الكود يشغل نفسه بنفسه. دلوقتي تعالى نفكر فيها كده بالعقل. هل كل الفانكشن شبه بعض؟ لا طبعا. زي الناس كده، في فانكشن بتشتغل وترجع لك نتيجه، وفي فانكشن بتشتغل وتسكت. يعني تعمل الحاجه وتقول لك خلصت الشغل يا ريس من غير ما ترجع اي حاجه. يعني تعمل حاجه وتقول لك خلصت الشغل يا ريس من غير ما ترجع اي حاجه. خلينا نقسمهم ببساطه. فانكشن بتاخد منك بارامتر اللي هي الانبوت وترجع لك اوتبوت ريتيرن، زي كالكوليتور مثلا بيجمع رقمين ويرجع لك الناتج. ده اكتر نوع منطقي ومنتشر. في فانكشن بقى بتاخد الانبوت برضه لكن مش بترجع حاجه، زي فانكشن مثلا بتطبع رساله او ترسل شكل معين. هي بتنفذ المهمه وخلاص. وعندك فانكشن ما بتاخدش انبوت بس بترجع اوت، زي فانكشن بتجيب لك تاريخ او الوقت الحالي. محدش سألك بس هي عندها نتيجه دايما. وفي كمان فانكشن ما بتاخدش انبوت ولا بترجع اوت، دي كده فانكشن وجودها رمزي بس ممكن تستخدمها لتنفيذ حاجه معينه من غير ما تحتاج بيانات او ترجع نتيجه. فايده الفانكشن ده ايه؟ بتخلي الكود منظم وسهل القرايه، بتوفر وقت لانك بتعيد استخدام نفس الكود اكتر من مره. لو حصلت مشكله تقدر تصلح جزء معين بس بدل ما تقعد تدور في كود كبير جدا. وكمان بتخليك تبني برنامجك كانك بتبني ليجو، كل قطعه ليها وظيفه معينه. يعني باختصار الفانكشن هو العقل المنظم في عالم الكود. المهم قبل ما تكتب اي فانكشن اسال نفسك سؤال عبقري: ايه الجزء اللي بيتكرر عندي في الكود؟ ينفع اخليه حاجه مستقله وانده عليه لما احتاجه ولا لا؟ لو الاجابه كانت ايوه يبقى دي الوظيفه المثاليه للفانكشن. كانك عامل مطبخ وكل وصفه عندك ليها طباخ مخصوص. بدل ما تطبخ كل مره من الاول تنده على الشيف اللي اسمه فانكشن يعملها لك. وتعالوا نشوف اول مثال معانا. انا عايز اطبع رساله ترحيب اكتر من مره في البرنامج، بس بدل ما اكتب برنت اف في كل مره انا عاوز اعمل فانكشن جاهزه هي اللي هتعمل الوظيفه دي. ازاي؟ نكتب void، نكتب انتجر، نكتب فلوت، بنكتب اي داتا تايب بنكتب اي داتا تايب محتاجينها يتعمل لها ريتيرن. لو مش عاوزين نعمل ريتيرن لاي داتا تايب نحطها void ونحط اسم الفانكشن والقوسين دول ممكن نبسط فيهم بارامتر او لا. تمام؟ لو مش هنبسط فيهم حاجه فبنسيبهم فاضيين. عامله بالظبط زي المين فانكشن ودي اللي بتحط فيها الكود الرئيسي. تمام؟ قلنا الفانكشن بتاعتنا المثال البسيط ده بيطبع لنا جمله بسيطه وهي ويلكم تو ذا فانكشن وورلد. تمام؟ يعني باختصار كده انا هعمل فانكشن بتطبع رساله ترحيبيه. يعني ان الفانكشن دي مش بترجع حاجه، الكود جواها بيتنفذ كل مره بننده عليه. يعني زي ما تقول بدل ما اقعد اكرر في الكلام خليني انده على اللي بقوله وخلاص. لقيته طلع لي فعلا انا هنا ناديت على الفانكشن مرتين وفعلا طبع لي الجمله مرتين، فكده الكود بتاعي مظبوط وكل حاجه تمام. دلوقتي انا عايز فانكشن تطبع رساله للشخص. يعني بدل ما اقول ويلكم للجميع او ويلكم بشكل مخصص للاسم لليوزر هيدخله. تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ هنعمل فانكشن بسيطه جدا. الفانكشن بتاعتنا في المثال ده باختصار كده هي void، بس مش هترجع لي حاجه، هي خاصه بس انها تطبع لي رساله ترحيب لليوزر او للاسم اللي اليوزر هيدخله. الاسم اللي اليوزر هيدخله. تمام؟ اللي هو كاركتر نيم. وبما ان لغه السي ما فيهاش سترينج فبنخلي السترينج عباره عن مصفوفه من الحروف. تمام؟ وبس كده. فده الفانكشن بتاعتي هطبع له جمله ويلكم والاسم اللي اليوزر هيدخله. طبعا انا هبسيط الفانكشن. طب انا هعمل ايه في المين الرئيسيه بتاعتي؟ عرفت له متغير او مصفوفه كاركتر اسمها نيم وفيها 50 حرف. تمام؟ يعني انت المصفوفه دي اخرها هتاخد منك 50 حرف، اكتر من كده هتعمل اوفر فلو. تمام؟
ممكن طبعت له جمله قلت التركيبه البسيطه بتاعت 49 اس ده عشان ما يحصلش اوفر فلو لو المستخدم دخل اكتر من 50 حرف. تمام. وجيت هنا عملت كولينج للفانكشن، وبالتالي انا هبصلها الاسم اللي اليوزر هيدخله، والاسم ده هيروح على الفانكشن هنا وبعدين يدخل جوه ينفذ برنت. تمام كده. تعالوا نشوف كده الكود بيقول ايه. عملت رن وبيقول لي انتر يور نيم، رحت قايل له مثلا محمود، قال لي ويلكم محمود. كده المثال تمام ومفيش اي حاجه غلط. بحيث فانكشن تحسب حاجه وترجع لي النتيجه، يعني مثلا تحسب مجموعه رقمين. فانا هنا هعمل ايه؟ هنا استخدمنا انتجر، دي ده كداتا تايب للفانكشن بدل الفويد، لاننا بنرجع قيمه رقميه اللي هي في قيمه ريتيرن. برجع ايه زائد البي، برجع مجموع الرقمين، يعني خد النتيجه دي ورجعها للمين. تمام. كانك بتبعت حد يجيب لك حاجه من تحت، هو راجع بيديك النتيجه بتاعت الحاجه اللي هو جابها من تحت. تمام. هنا عندي الفانكشن بتاعتي ببصيله الرقمين اللي انا عاوز اجمعهم. تمام. واروح اعمل ريتيرن للرقمين دول، وبما ان الفانكشن دي انتجر كده طيب فهي بترجع رقم. الرقم اللي انا عاوز ارجعه هو مجموع الرقمين دول. تمام. تعالوا بقى في المين فانكشن نشوف ايه اللي هيحصل. انا عرفت متغير، المتغير ده جواه الانتجر اللي هترجع من الفانكشن دي. انا رحت اعمل كولينج للفانكشن هنا، عملت هنا انا كولينج للفانكشن دي. تمام. وبسيط له ال10 وال5. تمام. فهو هيروح على الفانكشن يحط فيها ال10 وال5، يعمل ريتيرن ال10 زائد ال5 هيرجع لي 15. فالصم اللي هيطلع هنا هيبقى 15. تعالوا نشوف كده اللي هيطلع. طلع 15 فعلا. هنا مثلا الزياده اللي ممكن نعملها ايه؟ ان احنا ممكن نخلي اليوزر هو اللي يدخل الرقمين. تمام. فانا هنا كتبت الكود ان اليوزر هو اللي يدخل الرقمين. عرفت متغيرين اسمه نمبر 1 ونمبر 2، وقلت له اليوزر دخل لي رقمين، واستقبلت الرقمين من خلال السكان اف. رحت في الريزلت، رحت اعمل كولينج للفانكشن وبعت له الرقمين اللي اليوزر دخلهم، وجيت في جمله الطباعه وقلت له اطبع لي الريزلت. ممكن اصلا ما اعملش كده، ممكن اصلا ما نستغنى عن المتغير ريزلت نهائي. تمام. وناخد بس الاستدعاء بتاع الفانكشن كولينج ده نحطه في جمله الطباعه. تمام. قال لي دخل لي رقمين، قلت له 5 و5. قال لي السم 10. فكان كده الكود مظبوط. في البروبلم سولفنج تشالنج، انا عايزك تكتب برنامج يحسب مساحات المستطيل، لكن لازم تستخدم الفانكشن. اليوزر يدخل الطول والعرض والبرنامج يطبع له المساحه. فتعالى كده قبل ما نكتب الكود ونركز كده كمبرمجين، المدخلات بتاعتنا هي الطول والعرض. هتحصل الطول في العرض لان المساحه بتساوي الطول في العرض. الفراغات بتاعتنا اللي هتطلع المفروض انها المساحه. طيب دي عمليه ممكن اعملها في فانكشن، لان ممكن احتاجها في برامج ثانيه كمان. يبقى اعمل فانكشن اسمها كالكوليت اريا، تاخد مني اللينس والويدث وترجع الاريا. احنا قلنا ايه؟ احنا هنعمل فانكشن اسمها كالكوليت اريا. عملنا فانكشن اسمها كالكوليت اريا وخلينا الداتا تايب بتاعتها فلوت علشان ممكن الاريا اللي تطلع تبقى فيها كسور او حاجه. تمام. وهنبصيلها 2 بارامتر عندنا، الفلوت لينس والفلوت ويدث. تمام. الاثنين دول هو الطول والعرض اللي اليوزر هيدخلهم. تمام. وهنعمل ريتيرن. الريتيرن القيمه اللي هترجع من الفانكشن دي هي قيمه المساحه اللي هي الطول في العرض. تعالوا بقى نخش على البين فانكشن والكود الرئيسي بتاعنا ايه اللي هيحصل فيه. اولا قلت اليوزر انتر ذا لينس وبعدها استقبلت منه الطول. هنا مودولس اف عشان انا بستقبل قيمه عباره عن فلوت، وبعدها قلت له انتر ذا ويدث، فبالتالي برضك هستقبل منه العرض، وبالتالي عملت له برضك مودولس اف عشان كده برضك هستقبل الفلوت. تعالى بقى في الكولينج فانكشن، عملت فلوت اريا، عرفت متغير جديد اسمه الاريا، والاريا دي هي اللي بتحط جواها المساحه. عملت جوه الاريا كولينج للفانكشن وبعت الفانكشن ده الطول والعرض اللي المستخدم دخلهم. طب ايه اللي هيحصل في جمله الطباعه؟ في جمله الطباعه قلت له الاريا بتساوي، خلي بالك مودولس دوت 2 اف ده اللي هو بعد العلامه العشريه ازهار الرقمين بس، عشان ما يظهرش ارقام كتير بعد العلامه العشريه، هو بس عاوز هنا ازهار الرقمين بس، وهيطبع له الاريا.
تمام. تعالى كده نشوف الران بتاع البرنامج ونشوف اللي هيحصل. قال لي انتر ذا لينس، قلت له مثلا 5، زودت قلت له 8. قال لي الاريا 40. زي ما انا قلت لك برضك ان اللي هيطلع بعد العمل العشريه هم رقمين بس. طب تعالى كده نشوف بقى تدينا ايه ارقام بعد العمل العشريه. تمام. تعالى نشغل البرنامج تاني ونشوف الارقام. قال لي مثلا قلت له 5.5، والويس قلت له 8 و1 من 10. قال لي 44 و55. تمام. قال لي ان الاريا 44 و55 من 100. فهنا الرقمين بس هم اللي هيطلعوا بعد العلامه العشريه. طب تعالى كده نشيل الدوت 2 اف ده ونشوف ايه اللي هيحصل بعد العلامه العشريه. تمام. انا برضه هطبع فلوتنج نمبر هنا عادي جدا، بس اللي انا هعمله ان انا شلت الدوت 2 اف. تعالى كده نشوف بقى لما نيجي ندخله مثلا 5 و5 من 10 والويتس كان 8 و1. اللي طلع بعد العلامه العشريه كنت عامل الدوت 2 اف عشان اعرف بس رقمين بعد العلامه العشريه. اي مشكله برمجيه قبل ما تكتب الكود بتاعها حاول تكسرها لخطوات صغيره جدا. كل خطوه ممكن تكون فانكشن مستقله، كده الكود يبقى موديلر اكتر وسهل الصيانه. عموما في النهايه يا صديقي، حتى الانسان هو عباره عن فانكشن، بيتولد بيتعلم بينفذ وبعدين بيعمل ريتيرن. بس الفرق انك في الحياه مش بتقدر تعمل فويد، لازم ترجع اثر كويس. خلي بالك، ما تنساش تشترك وتعمل لايك. سلام.